بيبدأ الفيلم برجل الأعمال الشرير وهو في السجن، وكان بيؤمر رجالته بأنهم يخلصوا على العروسة النينجا اللي بيعتقد إنها السبب في القبض عليه. وبالإضافة لكده الراجل الشرير بيطلب كمان التخلص من مفتش المصنع بتاعه إن يخلص من الشاهد الرئيسي على خطته الشيطانية. الخطوة اللي بعد كده هي التخلص من الأطفال اللي شغالين هناك، وشافوا اللحظة اللي فيليب قتل فيها واحد من زمايلهم بوحشية. المشكلة إن الشباب دول تم تبنيهم، فالراجل اللي بينفذ أوامره بيروح يدور على قائمة فيها أسماء وعناوين كل واحد فيهم. وفي الوقت نفسه في الدنمارك أليكس بيخرج من البيت كل ليلة علشان يتمرن على مهارات القتال علشان يقدر يحمي الحي بتاعه من الأشرار. وبالرغم من نواياه الطيبة الشاب مش قادر قوي في مكافحة الجريمة، ودايما بينتهي بيه الأمر بالفشل، وبيبدأ يفكر إنه يستسلم ويسيب فكرة إنه يكون حارس. وفي يوم على الفطار جون بيرجع البيت ومعاه أخبار حلوة. الراجل بيقول إن شركة تغذية كبيرة قررت تشتري التطبيق اللي هو عمله، وعلشان يحتفلوا بالإنجاز ده عيلته هتقدر تسافر أي مكان في الأجازة. القرار هيتاخد بناء على تصويت، والأربع أفراد في العيلة لازم يحطوا ورقة فيها اسم المكان اللي عايزين يروحوه في صندوق اقتراحات. والأسبوع الجاي هيتفتح الصندوق، والمكان اللي جاب أعلى الأصوات هو اللي هيكسب. الكل كان متحمس للفكرة، بالذات شون اللي نفسه يروح أسبانيا. وأليكس في طريقه لأوضته وهو بيحاول يكلم جيسيك حبيبته. الولد بيحبها بس هي ما كانتش بترد أبدا على مكالماته، فاضطر يسيب لها رسالة صوتية. فجأة أخوه بيظهر وبيعرف يقنعه إنه يقترح أسبانيا كوجهة العيلة الجاية. لما شون بيسيب الأوضة أليكس بيفضل يحاول يكلم حبيبته، وبيبعت لجيسيكا رسائل حتى هو عارف إنها تجاهلت كل رسائله القديمة. وتاني يوم في حصة الرياضة أولسيس بيحاول يطمن صاحبه، بس المدرس بيقاطعهم وبيتحدى أليكس إنه يتسلق حيطة. والولد بيحاول يعمل التمرين ده بس بينتهي بيه الأمر إنه بيقع، وبيكون مادة للضحك لزمايله. وبعد الحصة بيقرر يروح بيت جيسيكا، ولما بيرن الجرس بيرد عليه أبو البنت. فيليب بينادي بنته جيسيكا تيجي تفتح الباب، والبنت بتتفاجئ لما بتكتشف إن أليكس هو اللي مستنيها. وفي اللحظة دي ميا وتينا بيظهروا، وجيسيكا بتقوله إنها رايحة حفلة مع صاحبتها. أليكس بيسأل إذا كان ممكن يروح معاها، بس البنت بترفض وبتقوله إنه طلاب ثانوي ومش معزومين. وقبل ما يمشي الولد بيسمع الأختين بيتكلموا عن ماركو، وبيلاحظ إنهم متحمسين وبيشيروا ليه إنه ولد مشاغب. وهو مروح بالعجلة أليكس بيتلقى مكالمة من صاحبه وبيسأل إذا كان أولسيس شايفه ولد مشاغب، بس الولد بيبدأ يضحك وبيقوله إن أليكس عمره ما هيكون النوع ده من الأولاد. وفجأة عاصفة بتقرب والمكالمة بتنتهي. أليكس بيركب عجلته وبيدوس بسرعة، وبيتفاجئ بقنفذ بيظهر في طريقه. في اللحظة دي برق بيضرب الحيوان وأليكس بيقع من على عجل. لما أليكس بيقوم بيتفاجئ لما بيشوف إن الحيوان بدأ يتكلم، بس بسرعة بيعرف إنه مسكون باللعبة النينجا. الشاب بيحس إنه متحمس قوي إنه هيقدر يتكلم مع صاحبه القديم تاني زي ما كان بيعتقد إنه مات. وبعدين المخلوق بيقوله إنه اضطر يرجع علشان حصلت مشكلة في مهمته إنه يحط رجل الأعمال المجرم ده في السجن. لما بيوصلوا بيت أليكس القنفذ بياخد مشروبه المفضل، بس الولد بيطلب منه إنه ياخد باله علشان القنافذ مش بتشرب لبن، بس النينجا بيتجاهله وبيفضل يشرب. وأليكس بيكتشف من خلال بحث على الانترنت ان فيليب إيبمان تم تبرئته من التهم علشان كل الأدلة على جرايمه ضاعت، والنينجا اللي كان متخزن فيه المواد غير المشروعة اختفى من موقع تخزين الشرطة، والشهادة الرئيسية اللي هو مدير المصنع لقوه ميت. بالإضافة لكده قائمة فيها أسماء وعناوين ال10 شباب اللي كانوا شهود على الحادثة الغريبة اللي حصلت في المصنع اتاخدت هي كمان. فبدون أدلة ضد جرائم فيليب ما ينفعش يتحبس، بس القاضي صادر جواز سفره، والراجل ما ينفعش يسيب البلد أو يسافر لمدة 7 أيام اللي جايين. وبعد ما سمع الكلام ده القنفذ بيقول إنهم محتاجين يروحوا تايلاند علشان يجمعوا الأدلة اللي هتورطوا تاني. وأليكس عنده فكرة علشان يوصلوا هناك. وفي الوقت ده أمه بتفتح باب الأوضة وبتطلب من ابنها يحط القنفذ في المخزن علشان جون عنده حساسية. عشان كده أليكس بياخد المخلوق بره، والنينجا بيشرب كرتونة اللبن كلها، وأليكس بيروح يدور له على جسم تاني. وسيرينا أمه كانت بتطبخ لما ابنها بيظهر وبيطلب منها تخيط عروسة منقوشة زي اللي كانت عنده قبل كده. وبعد كده أليكس بيستغل الفرصة علشان يحاول يأثر على أمه علشان تختار تايلاند كوجهة العيلة الجاية. سيرينا مش بتاكل لحمة وبتحب الحيوانات، فالولد بيدعي إنه شايف فيلم وثائقي بيقول إن تايلاند جنة للنباتيين. بالإضافة لكده البوذية هي الديانة الرئيسية في البلد دي، وده معناه إنهم مهتمين أوي بتطورهم الروحي. وبعد ما سمعت الكلام ده الست بدأت تفكر في إمكانية إنهم يروحوا هناك، وأليكس بيروح أوضته علشان يبحث عن أحسن الرحلات والإقامات. الولد بيدي الأولوية للفنادق اللي في أماكن استراتيجية وبتسهل مهمته، وفي الوقت نفسه أمه بتبدأ تخيط النينجا القماش. في الليلة دي العيلة هتفتح صندوق الاقتراحات علشان يعرفوا وجهة رحلتهم، وشون كان متحمس وهو معتقد انه هيروح اسبانيا، بس لما بيكتشف ال4 أصوات بيكتشف ان الرحلة كمان هتبقى لتايلاند، وبيزعل قوي من اخوه
وفي الحال أليكس بيوزع الكتب اللي فيها البحث اللي عمله للرحلة، وبعدين بيروح يقول لصاحبه الأخبار الحلوة. بس لما بيوصل للمخزن بيلاقي القنفذ تعبان من شربه لبن كتير، وبيجري يجيب النينجا القماشي اللي أمه خيطته. أليكس بسرعة بياخد الشنطة للمخزن، بس لما النينجا بينقل جسمه الولد بيعرف إن في حاجة غلط. بيشتكي من القماش المنقوش المستخدم في صنع جسمه، بس خلاص مفيش حاجة ممكن تتعمل، والاتنين بيجهزوا للرحلة. لما بيوصلوا تايلاند العيلة بتروح للفندق، وشون لسه زعلان انه ما راحش اسبانيا. لما جون بيبص على البلكونة بيكتشف ان في سجن جنبهم على طول، بس أليكس بيبرر ده بانه اختار الفندق ده علشان سعره ممتاز. بس بعد ما بيسيبوا شنطهم في الأوضة العيلة بتقرر تتمشى في المدينة، وأليكس بيكون في حالة تأهب علشان فيليب هيخرج من السجن الساعة 2 الظهر. وبعد ما بيشتري هدية لصاحبه الولد بيعرفهم انه هيتمشى لوحده وبيمشي على السجن، وهو كان مستني فيليب. أليكس بيدي سيف صغير للنينجا، وبعدها المجرم بيظهر. الراجل المجرم بيتعمل معاه لقاءات من صحفيين كتير، وبيجاوب على شوية أسئلة قبل ما يمشي. لما بيشوف عربية المجرم ماشية أليكس بياخد تاكسي وبيطلب من السواق يروح وراه، وما بياخدش وقت قبل ما رجل الأعمال والمحامي بتاعه بيقفوا علشان يتغدوا في مطعم، وأليكس بيقعد على ترابيزة جنبهم. الولد بيطلب مشروب من الجرسون اللي بعد ما بتاخد طلبه بتمدح في العروسة. اللعبة بيروح على الترابيزة اللي فيها فيليب ناوي يسمع هو بيقول ايه. في الوقت ده أليكس بتجيله مكالمة من أولسيس، وبيعرف إن جيسيكا بتصاحب واحد تاني شتت، وبيبص على الانستجرام بتاع البنت. وفي الوقت ده طفل بيقرب وبيسرق اللعبة القماش، لكن بعد ما أم الولد بتشوف العروسة بتقرر ترجع اللعبة، لكنها بترجعها لترابيزة فيليب وبتسأل إذا كان النينجا بتاعهم، بس الجرسونة بتقول إن العروسة بتاعت أليكس. ورجل الأعمال بيتصدم، الراجل بيفتكر إنه اتهدد من العروسة دي قبل كده وبيقرر يمشي، وذكرياته السيئة مالية دماغه. وأليكس قاعد بره المطعم اللعبة بيقوله إنه سمع الراجلين الأشرار بيتكلموا عن قائمة الشباب اللي محتاجين يخلصوا منهم، فأليكس بيخطط يسرق الدليل ده، بس ما يعرفوش المكان اللي موجود فيه. قرروا يروحوا النادي اللي مكتوب على الكارت اللي المحامي سابه على الترابيزة. أليكس بيعزم عيلته على مطعم قريب للعشاء، وبعد ما بيطلبوا الولد بيهرب تاني وبيحاول يدخل النادي، بس بسرعة بيوقفوه الحراس. الولد بيجبر انه يمشي، والنينجا بيشوف شباك مفتوح. بعد ما بيستكشف المكان اللعبة بيعرف ان ده مكتب المحامي بتاع فيليب، وبيطلب من أليكس يطلع هناك. وأليكس بيستخدم صندوق زبالة علشان يوصل للسلم، وبيدخل من الشباك، والاتنين بيدوروا على القايمة. أليكس بيجيله مكالمة من جيسيكا وبيقرر يرد عليها. البنت بتقوله ان هي صاحبة ولد تاني، وبتقول ان أليكس مش نوعها المفضل. بس قبل ما الولد كان يقدر يرد النينجا بيقفل التليفون علشان حد بيقرب من الباب، وفيليب والمحامي بتاعه بيدخلوا المكتب. وبعدين رجل الأعمال بياخد قائمة الأسماء. أول ضحية هتبقى بنت بتشتغل حاليا في مطعم في جزيرة كوهن مع عائلتها اللي تبنتها. وفجأة تليفون أليكس بيبدأ يصدر صوت، والولد للأسف بيتكشف. فيليب بيعرفه وبيعرف إنه نفس الولد اللي كان في المطعم، وفيليب بيقرر يمشي ومعاه القايمة. والمحامي بتاعه كان هو المسؤول عن التخلص من أليكس. وفي محاولة لإنقاذ المهمة النينجا بيقرر يسيب صاحبه وبيروح ورا رجل اعمال فيليب علشان ياخد منه القايمه. وبعدين بيطارده في الشوارع، استخدم سيفه علشان يتعلق في التاكسي اللي الراجل استخدمه علشان يهرب، بس وهو على وشك اتمام هدفه بيتخبط في موتوسيكل وبينتهي بيه الامر بالوقوع من العربيه. في الوقت نفسه أليكس كان على وشك انه يعاني من هجوم وحش علشان يعترف ويقول الحقيقه، بس مين اللي بينقذه؟ راجل سكران بيدخل الاوضه، وما بيعديش وقت كتير والولد بيعرف انه ده عمه ستيوارت اللي حتى وهو سكران بيعرف يخبط الراجل الشرير بعصايه جولف. والاتنين بيروحوا يقابلوا بقيه العيله في المطعم، وسيرينا بتكون سعيده قوي وبتشوف عمها الحبيب. جون مش بيستمتع بصحبة ستيوارت، بس بيقرر يعزمه على العشاء علشان يرضي مراته. وبعد دقايق أليكس بيشوف النينجا الصغير مستخبي في شنطة ظهره وبيكون زعلان جدا. وبعدين العيلة بترجع الفندق، وجون لازم يشيل مراته على كتفه علشان هي كانت سكرانة. وجون كان منزعج جدا وهو بيتخيل انه هيقضي اجازته مع الراجل الكبير ده، وبيبدأ يفكر في خطة علشان يخلص منه. وفي الوقت نفسه أليكس بيروح على بلكونة اوضته وبيبدأ يتخانق مع العروسة النينجا انه سابه في الوقت اللي حياته كانت في خطر. في الوقت ده شون بيظهر وبيعزم اخوه ينضم لبقيه العيله. وبعدين أليكس بيسيب البلكونه وبيسيب اللعبه محبوس بره علشان هو عارف ان في عاصفه بتقرب. لما بيوصل لاوضه اهله أليكس بيعرف ان جون قلقان انه يلاقي طريقه يخلص بيها من عمه ستيوارت، فبيقترح ان العيله تروح تقضي الايام اللي جايه في جزيره صغيره اسمها كوهن، وفي معديه بتنقل الناس للجزيره مره واحده. وفي اليوم ده العيلة بتستعجل تلم حاجتها وتمشي بدري تاني يوم. قبل ما يسيبوا الفندق سيرينا بتعرف عمها بتغيير الخطط وبتقول لجون انه كان مبسوط بالاخبار دي. وتاني يوم الصبح لما بيوصلوا بانكوك عشان يشتروا تذاكر المعدية، الموظف بيعرفهم ان كل التذاكر اتباعت والعيلة هتضطر تستنى لغاية تاني يوم علشان تسافر. بس فجأة العم ستيوارت بيظهر علشان ينقذهم وبيقول لهم ان اشترى التذاكر علشان العيلة تقدر توصل للجزيرة. وهم على وشك الصعود للمركب أليكس بيشوف فيليب وبيحتاج يستخبى ورا امه، وهو بيسمع لرجل الاعمال بيشتكي انه ما
قدرش يشتري اي تذاكر معديه. لما بيوصلوا أليكس بسرعه بيقرر يخرج ويدور على البنت اللي في القايمه علشان في 12 مطعم بس في الجزيره. الولد بيعتقد انه هيكون سهل انه يلاقيها، بس اللعبه بيرفض يروح معاه علشان هو كان زعلان منه انه سابه في المطر. شون بيشوف اخوه بيتسلل وبيقول انه عايز يروح معاه، بس أليكس بيطلب من الولد يسيبه لوحده وبيمشي في طريقه بمساعدة الخريطة اللي معاه. بيزور كل المطاعم وبيسأل عن البنت، بس الظاهر ان البنت مش شغالة في اي واحد منهم. الولد كان على وشك انه يسيب المهمة لما بيتخبط بمترجم اسمه جاسبر، وبعد دقايق من الكلام أليكس بيقول للشاب الحقيقة وبيطلب مساعدته في العثور على البنت دي. جاسبر بيطلب من الولد يقابله تاني يوم الصبح، وأليكس بيرجع جري. هناك بيكشف للعبة كل اللي حصل وبيعرفه ان المكالمة بتاعته بتتسجل بواسطة طيارة اخوه. في اللحظة دي شون بيظهر وبيبدأ يستجوب باللعبة، بس ما بيتفاعلش. الولد بيهدد يعرض الفيديو لأهله وبيسخر من العروسة وبيستهزئ بملابسها المطبوعة الأنثوية دي كفاية لإثارة غضب النينجا اللي بيهاجمه بعنف بسيفه الصغير، بس أليكس بيوقفه. دلوقتي اللعبة اتكشف والولد بيقرر يكشف مهمته لشون وبيطلب منه ما يقولش أي حاجة شافها لأي حد، وبعدين أخوه بيوعده إنه مش هيكشف سر أليكس. فتاني يوم الصبح أليكس بيتجبر ياخده للمكان اللي اتفق يقابل فيه جاسبر المترجم، وبيطلب من أخوه يراقب علشان يتأكد إن مفيش حاجة غلط بتحصل. وبعدين الولد بيدخل محل معدات الغوص وبيقابل صاحبه الجديد اللي أليكس ما قدرش يتخيله ان ده كله كان فخ، علشان فيليب والمحامي بتاعه موجودين بالفعل وكانوا مستنيينه. بعد ما سرق تليفون الولد، فيليب بياخد مع جاسبر عنوان المطعم اللي بتشتغل فيه البنت، وأليكس بيسأل ليه الشاب خانه. جاسبر بيطلب منه السماح عن اللي عمله وبيقول له انه ساعد فيليب علشان هو مديون بفلوس كتير، ورجل الأعمال عرض عليه انه يدفع ديونه. دلوقتي هو جاب اللي عايزه، والمحامي بيوجه مسدس على أليكس، بس اللعبة بيطلع الحزام بتاعه علشان يدافع عن صاحبه، وبسبب ده هو اللي بينتهي بيه الامر انه بيتصاب بالرصاص، وكل الحشو اللي كان بيستخدمه علشان يملى جسم العروسه بيه بيتسرب من الخرم. بعد الضرب أليكس بيتمنى ان اخوه يدرك ان في حاجه غلط ويطلب المساعده، بس شون لابس سماعات وبيروح يجري على محل الايس كريم اللي جنبه. وبعدين المحامي بيحط انبوبه اكسجين فوق البوتاجاز، وبعدين بيحبس أليكس والعروسه القماش في اوضه المخزن. جاسبر بيحاول يتدخل علشان مش عايز يسيب أليكس هناك يموت بسبب ده، فالولد بينتهي بيه الامر بالهجوم عليه، وبعد ما بيفقد وعيه جسمه بيتحدف هو كمان في المخزن. وبعد ما بيخلص من كل الشهود، الاتنين بيقفلوا الباب وبيمشوا قبل ما المحل ينفجر. وبعد دقايق من اليأس أليكس بتجيله فكره قطع عيون العروسه علشان جسمها يقدر يعدي من تحت الباب، وبيستخدم المسدس علشان يرميه عبر الشارع. واللعبه بيقع في بلاعه قريبه من شون وبيعرف يجذب انتباهه. اول ما بيدخل المحل، النينجا بيطلب منه يقفل البوتاجاز والولد بيفصله، وبعدين بيفتح باب اوضه المخزن علشان اخوه يقدر يخرج. وبما ان جاسبر لسه فاقد الوعي، الشباب بيحتاجوا يسحبوه بره، وأليكس بيعرف ان البوتاجاز لسه شغال علشان شون سحب الفيشه الغلط، وعلى طول الشباب بيجروا بره، وقبل لحظات من الانفجار بيقدروا يهربوا. وفي الوقت ده فيليب والمحامي بتاعه بيجروا بالعربيه قدام المحل، والمجرم بيبتسم وهو بيعتقد ان خطته نجحت في مكان المطعم اللي بتشتغل فيه البنت، والولدين بيستخدموا موتوسيكل الشاب علشان يروحوا هناك. وفي الطريق أليكس بتجيله فكره يستخدم حلويات اللي كانت متخزنه في شنطه اخوه علشان يملى بيها العروسه القماش، وبينتهي بالامر ان فيليب بيشوفه وبيبدا يطاردهم. واثناء المطارده أليكس بيغطي الخرم اللي في جسم اللعبه بشريط فدي، وبياخد الازرار اللي كان محتفظ بيها في جيبه علشان يركب عيون صاحبه، بس واحد من الازرار بيضيع في الطريق والنينجا لازم يتصرف بعين واحده. وبعدين الثلاثه بيشقوا طريقهم للمطعم. فيليب والمحامي بتاعه بيوصلوا هما كمان وبينطلقوا ورا البنت الصغيره، ورجل الاعمال كان على وشك يطلق اول رصاصه، بس بيتخض لما بيعرف ان في شهود كتير عليه. والبنت اول ما بتشوف الراجل اللي قتل صاحبتها بتتصاب بالشلل من الخوف، ولما الانوار بتنطفي البنت بتقرر تهرب. فيليب بيطلق عدد كبير من التعابين السامه اللي كانت متخزنه في حوض سمك وبيمشي ورا البنت، بس المحامي بيمسك البنت وهو كان هيحطها جوه العربيه بتعرف تهرب. البنت الصغيره بتجري تستخبى في مخزن وفيليب بيمشي وراها، وأليكس بيوصل بعدها بوقت قصير وبيقتحم المكان، واللعبة بيساعده يخلص من المحامي. وبعد ما بيقفل باب المخزن، أليكس بيصادف خزان التعابين وبيمشي بحذر في المكان لغاية ما بيلاقي البنت. بالتدريج بيعرف يكسب ثقتها، بس فيليب بيظهر قريب وبيوجه مسدس على الشباب، وعروسة النينجا لسه في مبارزة ضد المحامي وبيطلب من شون يروح يساعد أخوه. وبعدين المحامي بيضرب النينجا اللي لحسن الحظ بيعرف يوقف الرصاصة بسيفه وبيهاجم عدوه. واثناء المعركه دي اللعبه بينتهي بالامر بانه بيفقد دراعه اليمين، بس بيعرف يهزم المحامي. بما انه مش قادر يدخل المخزن، شون بيستخدم طيارته علشان يشتت انتباه فيليب، وأليكس بيستغل الفرصه علشان يهاجمه، والولد بيعرف ينزع السلاح منه. لما أليكس بيتهاجم،
البنت بتخبط فيليب على راسه بعصايه خشب، بس المجرم ما بيستسلمش وبيهاجم الاطفال وبينتهي بالامر بالسقوط في عش تعابين. المره دي بعد ما اتعدى عدد لا يحصى من المرات مش بيقدر يهرب، وبينتهي بالامر بالموت بعد دقايق. وبعدها بوقت قصير الشرطه بتوصل للمكان والمحامي بيتقبض عليه. لما بيجتمع مع شون، أليكس بيكتشف ان الفيديو بتاعه اتنشر على الانترنت والاف الناس اتفرجوا على الولد وهو بينزح سلاح المجرم. وفي الوقت ده الشاب بيتلقى مكالمه من جيسيكا اللي كلمته علشان تحكي له عن فيديو أليكس وتمدحه على ادائه، بس دلوقتي كان فات الاوان خلاص علشان الشاب ما بقاش مهتم انه يكسبها. وتاني يوم العيلة كلها كانت معزومة على المطعم علشان أصحاب المطعم عايزين يشكروا أليكس علشان أنقذ بنتهم. وفي وقت الغدا الولد بيلاحظ إن النينجا مش بيتحرك وبيخاف وبيفتكر إنه مشي مرة تانية، بس اللعبة كان نايم. وأليكس بيعرفه إنه عنده مفاجآت كتيرة ليه، ودلوقتي النينجا يقدر يعيش في جسم أجمل عروسة. وبعد ما بيقدم الهدية أليكس بيكون حزين علشان بيعتقد إن روح المحارب هتختفي تاني علشان مهمته خلاص خلصت، بس بيفاجئوا العروسة وبيقوله إنه حابب يقعد مع الولد لفترة طويلة، ومن دلوقتي بيخطط يكون مع أليكس في أي مكان بيروح فيه. وأول ما سمع كده الولد بيكون فرحان، والعروسة بيروح يجرب جسمه الجديد، وبيكون دلوقتي جاهز إنه يواجه أي حد بيعرض حياة الأبرياء للخطر. وبكده بيخلص الفيلم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جاية.